يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنعرض مشكلتنا بالنسبه لاصحاب السيارات، عربيات النقل الثقيل اللي بتتعرض للمشاكل على الطرق بسبب الحموله الزايده. ده الموضوع اللي احنا بنطالب بيه الحكومه، ان الحموله تخفض بحيث ان العربيه تشيل بدل ما بتشيل 100 طن و120 طن مما بيضر بالطرق والكباري ومما بيضر باصحاب السيارات، والسيارات بتسبب حوادث ويسبب اعطال على الطرق. احنا بنطالب الحموله تخفض، ان العربيه تشيل حمولتها الموجوده في الرخص المقرره لها، بحيث ان احنا نحافظ على انفسنا ونحافظ على عربياتنا ونحافظ على الطرق، لان الطرق بتتكلف سنويا 5 مليار جنيه بسبب الحموله الزايده. ومع ذلك الحكومه لم تستجيب ولن تستجيب، لان احنا للاسف لا اكن احنا مش قمنا بثوره ولا تقدمنا في حاجه. احنا زي ما احنا واحنا في اضراب مفتوح وبنعلن اضرابنا من هنا من مكاننا، ومش هنتنازل لما الحكومه تحقق مطالبنا، وهي ان الحموله تتوحد ويفكوا الغاء قانون الغاء تقطيع المقطورات، لان العيب مش من المقطوره، العيب من الحموله الزايده. زي ما انت شايف قدامك هنا اهو، ينفع المقطوره ديت ان هي تشيل كده رمل او زلط بالحموله ديت. الحموله دي بتوصل لغايه 120 طن و100 طن. فاحنا عاوزين الحكومه لو سمحت الحكومه تتعاون معانا، احنا بنساعد الحكومه لما احترامنا للجميع عشان البلد تتقدم، مش عاوزين البلد تتاخر للخلف. وللاسف ما حدش جايب لنا، والسيد الوزير طلع قال كلمه في التليفون بتاع الضرايب قانون البطرس غير بتاع الضرايب. للاسف عاوزين ينفذوه النهارده، هم كانوا معترضين عليه زمان، هم النهارده عاوزين ينفذوه علينا. قانون المقطورات اللي احمد عز كان بنفذه لمصلحته ولمصلحه مؤسساته وشركاته وقطاع خاص على حساب الشعب اللي هو كادح يوميا ليل نهار. ما بننامش عشان ناكل عيش، انما هم نايمين وعاوزين ياخدوا لقمه العيش من حنفنا، عاوزيننا نموت واحنا مش هنصحى نموت. مش ينفع ننزل يعملنا استراحات على الطرق يا ريس. احنا عاوزين مطلب تاني، عاوزين استراحه على الطرق. اللي شايل نقله بيمشي بيها واضطر ان هو يتعرض للسرقه، والامن زي ما انتم عارفين غير متوفر. اما اروح ابلغ يقوم انت سرقت النقله وبعتها. ليه مش يكون في محافظه فيها استراحه في مكان معين تحت حراسه الشرطه؟ اما يكون في سواق تعبان ومعاه نقله خايف عليها يبلغ بيها، يقف بيها في مكان امان ينام ويستريح ويبدا يكمل مشواره المكان اللي هو رايحه، ما يمشيش. صور العربيه دي. ده لا ده تعال تعال. اهو